نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن من نعمة الله علينا جميعا رغم تعددنا واختلاف أجناسنا وألسنتنا أننا حينما دعونا بأم الكتاب دعونا بها جميعا دون تلعثم ولا توقف ولا نسيان. أم الكتاب التي بدونها لا تصلح الصلاة ولا تصح، أم الكتاب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أقدس الآيات في كتابه العظيم. وإن كان هناك برهان يدل دلالة على أننا أمة واحدة أرضنا أم كرهنا، على أننا أمة واحدة، فهي الفاتحة التي قرأناها دفعة واحدة جميعا رغم اختلاف ألسنتنا وأجناسنا ورغم تباعد بلداننا وقاراتنا. حضراتي السادة، حاولت أن أجد موضوعا يلائم المقام، يلائم المقام، لأن المقام قبل كل شيء ديني وسياسي في آن واحد. أن يلائم المقام لأن الجو الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر كله كهرباء وكله توتر، وسوف نصبح من الكاذبين على أنفسنا إذا نحن قلنا غير ذلك أو اعتقدنا غير ذلك. فإذا فلنجد موضوعا لخطابنا يمكن به أن نقف أمام مسؤولياتنا، تلك المسؤوليات العالمية، تلك المسؤوليات الأبدية، لأن مسؤولية الإسلام لا تنحصر لا في مكان ولا في زمان. إذا نحن أمام مسؤوليات أبدية قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك أمام هذه المسؤوليات علينا أن نتحلى بالصبر والأنات دون مهاودة فيما يخص المبادئ، دون مراجعة فيما يخص ما قرر، ولكن بأكثر ما يمكن من اللباقة ومن الأدب ومن الوقوف في المستوى الذي وضعتنا فيه شعوبنا. فهناك بعض الأشخاص أو المفكرين أو الدول لما صارت تحلل الخريطة وجدت أن هناك قوة عظيمة ضخمة تكون من مليار من الأشخاص تسمى المسلمين، وبين عشية وضحاها أصبح المسلمون محل العطف والحنان والحنو، لأنهم أصبحوا مطمعا وأصبحوا مستهدفين للمسخ. لذا رغم كثرتنا علينا أن لا نعطي لأعداء البشرية، لا أقول لأعداء الإسلام، لأعداء البشرية ألا نعطيهم مليار من السواعد، وألا نعطيهم مليار من البشر كأنهم رعاة أو كأنهم قطعة من قطع إبل أو غنم. علينا أن نستخدم فكرنا وأن نعرف أن طاقتنا إن لم تكمن في التكنولوجيا اليوم
فستكون مستكملة للتكنولوجيا في المستقبل. علينا أن نعلم أن ديننا يمكننا من خلق تلك المدينة الفاضلة التي صار يحلم بها كثير من الفلاسفة منذ أفلاطون وغيره. نعم، ديننا هو المدينة الفاضلة. حضرات السادة، نذكر دائما كلما اجتمعنا حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن أعتقد شخصيا على أننا لم نركب الطريق السوي لحل المشكل الفلسطيني. ذلك أن كل منا يغني على ليلاه، وكل منا يعتقد أن الفلسطينيين هم من الأيتام، وله هو الحضانة عليهم، وله هو أن يقرر لهم، وله هو أن يخطط لهم. فأحسن عمل يمكننا أن نقدمه للشعب الفلسطيني هو أن نتفق على مينيموم، على حد أدنى. إذا نحن ضمننا لهم هذا الحد الأدنى وأحسوا أنهم أينما طرقوا الباب وطرقوا الباب الصالحة ستفتح لهم الباب وسيجدون الجواب، سنكون إذاك قد قدمنا للشعب الفلسطيني أقدس الخدمات. الشعب الفلسطيني قادر على أن يسير نفسه بنفسه، فمنهم المهندسين، ومنهم الدكاترة، ومنهم الأطباء، وربما في المستوى العالمي من ناحية الثقافية اليونسكو تعطينا الأرقام أنهم هم ضاربون الرقم القياسي من ناحية التعليم والتثقيف العالي. فهم ليسوا في حاجة إلى مربية، وليسوا في حاجة إلى مدرب، هم في حاجة إلى معونة لا تكون متضاربة. يجدون هنا القول الأبيض فيجدون هنا القول الأحمر، فهذا يضرنا أولا لأننا نتفرق وتذهب ريحنا، ويضرهم لأنهم عند الدول الكبرى يقال لهم الرئيس فلان لم يقل لي هذا، والسيد فلان لم يقل لي هذا، والملك فلان أجابني بهذا، فيصبحون ضحية للتضاربات، ضحية للمزايدات. فإذا خرج العالم الإسلامي من هنا، لا أقول العربي، الإسلامي، إذا خرج هنا بلائحة عمل ولو في نقط قليلة وقصيرة ولكن عميقة مصيبة نافذة للصواب وللأهداف فيما يخص المشكل الفلسطيني، لنا اليقين أننا سنربح الأعوام والسنين، وأن تلك المنطقة بما آتاها الله سبحانه وتعالى من خيرات وما آتاها من علماء وأدمغة ستصبح من المكونات القوية بل الأساسية للمجتمع العالمي.